تخيل عزيزي المشاهد ان كل اللي فات ممكن يكون مجرد تمهيد، والنهارده هي الليله اللي ممكن المنتخب المصري يغير فيها كل حاجه. منتخب مصر داخل مواجهه ايران وهو عارف ان المباراه مش مجرد 3 نقط، دي مباراه تحديد مصير. مباراه ممكن تفتح باب تاهل للدور الاقصائي لاول مره في التاريخ للدور الحالي، ومفيش مجال لاي تهاون. المنتخب المصري هنا قدام قوي في البطوله، وعارفين كلنا ان هو نجح انه قدر يحقق فوز مهم على نيوزيلندا، وده اللي خلاه يدخل في المواجهه الاخيره. موقف مميز بس مهمه لسه ما انتهتش، وده ليه؟ لان ايران كمان عندها نفس الحلم، حلم كتابه التاريخ. طبعا على الورق مصر تملك عناصر هجوميه مرعبه بقياده محمد صلاح وعمر مرموش، بس لو هنيجي للمنتخب الايراني هو معروف بحاجتين: اول حاجه تنظيمه الدفاعي، تاني حاجه خطورته في المرتدات. ده معناه ان اي غلطه صغيره ممكن تحصل ممكن تقلب علينا الماتش بشكل كامل. احنا عارفين ان المباراه دي مش هتبقى استعراض مهارات، دي بس هتكون معركة أعصاب في الكام ساعة اللي جايين دول. كل تمريرة محسوبة، كل فرصة ممكن تكون الفارق، كل دقيقة هتمر هتقرب منتخب وهتبعد التاني. الجماهير المصرية النهاردة مش مستنية مجرد فوز، هي مستنية لحظة تاريخية تتحكي لسنين. يا ترى هل هيقدروا الفراعنة يحسموا التأهيل، ولا إيران هتفاجئ الجميع وتقلب كل الحسابات؟ الإجابة هنعرفها كلنا بعد صفارة النهاية كمان ساعة. ولكن المؤكد ان احنا عارفين ان الليلة دي مش هتكون ليلة عادية. ولكن بقى انت لو عندك يقين زي العبد لله ان المنتخب المصري هيعملها، انزل تحت في الكومنتات واكتب تحيا مصر. متنساش ان انت تشجع المنتخب بتاعك لاخر ثانية، لان التاريخ هيتكتب الليلة.